أنا قعدت حوالي شهر ولا شهر وشوي في بني مسوس. خرجت من بني مسوس. مش من سنة. نعم. مش من سنة. نعم. مش من سنة. في 28 سبتمبر 61. نعم. في 28 سبتمبر 61 نهاية يعني محنة طويلة عريضة. خرجت هكذا، ما نعرف ولا في الجزائر ولا نعرف حد ولا نعرف اتجاه. قبل لا تخرج لما بلغوك بقرار الخروج ولا الإفراج، يعني كيفاش كان شعورك؟ شعور كما قلت لك، الشعور بالنسبة لنا عادي، ما كان شعور خاص، شعور عادي. إنسان ينتظر في كل لحظة الوفاة، في كل لحظة الموت أو الاستقلال. أنا قلت لك قضية الشعور هذه انساها. يعني أكيد يعني إنسان يخرج من السجن أكيد يكون فرحان. ما كانش منها هذه قضية فرحان. بالنسبة للسجين نتاع الثورة ما فيش فرحة، لأنه راه مخلي زملائه راه خلاص. هذا هو الشعور الوحيد اللي عنده دائما، راه في استعداد للعمل الجهادي أو للاستشهاد. ما فيش قضية شعور يتغير. وين يتغير الشعور نتاعك؟ في مثلا كي تريح مع جماعتك في السجن، كي تلقى رجال هكذا كذا، هذا تحس وكأنك راك في استقلال، لأن تلقى ناس نفس الأفكار، نفس التفكير، نفس الكلام، نفس الروح، نفس الاستعداد، نفس المحنة. هذا تحس أما في غير ذلك لا إحساس ولا شعور. شهيد السلاح العربي كان صديقك في الطفولة. نعم. وثم يعني تلاقيت به في السجن، جمعتكم محنة السجن. يعني لو تحكي لنا يعني على شخص علاقتك به كيفاش كانت يعني؟ والله شوف، علاقتي بالعربية أنا تلاقيت أنا في أول الأمر قبل ما ينتقل لمدرسة الفتح. تلاقينا عند سي محمد وما طولناش عند سي محمد، ومن بعد عندنا نتلاقاو مدة ماهيش طويلة عند سي مع سي علي بن قسمية، وكنا معنا الصداقة بيناتنا إلى أقصى حد. يعني كي نلقاو كي نتلاقاو نهشوا لبعضنا بعض. هو كي كنا احنا عند سي علي بن قسمية ما طولش ومشى للجزائر العاصمة. مشيت للجزائر العاصمة مع الثورة، وقع هكذا البعد بعض الوقت، لكن لكن عاود لقانا من جديد. تلاقينا في السجن كأصدقاء، نعرف بعضنا بعض من قديم. أمنيته هو كان في نفس الشعور أنا وياه. كان الهدف نتاعو هدف الجهاد، لأن العربي التحاقه بالثورة من الأوائل، ما هوش من جدد، من الأوائل اللي التحقوا بالثورة. عاود انتقل للجزائر العاصمة. في الجزائر العاصمة حاجة واحدة أخرى. الجزائر العاصمة ما نعرفش واش هو ظروف، ولكن الشيء اللي نعرف وأنا متأكد منه كان اتصاله بنادي الترقي، كان اتصاله بالمجاهدين في القصبة، كان اتصاله كان ما انقطعش. هذا الشيء اللي أنا متأكد منه. سي الحاج الآن راك عند الباب تاع المعتقل ولا المحتشد تاع بني مسوس. في ما تعرفش الجزائر كده أبدا. كان طاهر ربي يرحمه بعث لي في رسالة قال لي لا، في حالة ما إذا خرجت روح لولاية عيسى مع القاهرة في نمر 7 ولا في القصبة ولا هكذا. خرجت، الله سبحانه وتعالى يبعث لي واحد بسيارة، كان هو وزوجته، وقف حذايا يفتح لي الباب. اركب، قال لي اركب. كان زوجته حذاه، ركبت أنا اللور. قال لي وين تمشي؟ قلت له ودي نمشي للمكان الفلاني. قال لي والو ديك عندي وما نطلقكش حتى انت بقيت تروح لوين تروح. قلت له لا ربي يجازيك وربي يفتح عليك. لكن خرجت في يوم عاصف، كانت القنابل في الجزائر لا يتوقف انفجارها، وكانت الامور سيئه الى اقصى حد. مع كانت المنظمه السريه قائمه بواحد التخريب وواحد القتل وواحد الجرائم لا راك الله. خرجت في ذلك اليوم. هذا الرجل جزاه الله خير أنقذني، لأن أنا خرجت راسي محسن باين، راس سجين،
الكابة نتاعي اللي نبدا باينة، كابة مساجين اللي أنا مخيطينها بيدينا، الشلاق نتاعنا القدم نخيطوا منهم هكذا حقائب لملابسنا باينة معروفة. الأحوال نتاعي باينة، ورقتي على كل حال درك الورقة موجودة، نسخة منها راها موجودة اللي خرجت بها. داني جزاه الله خير حتى المكان اللي قلت له عليه، استقبلني الحق عبد القادر بن عيسى جزاه الله خير، ظل عنده في الحانوت في العلي في السطح نتاع الحانوت تاعو. المساء كي كاملوا الحانوت تاعهم سكروا الحانوت تاعهم، اداوني الفيلا نتاعهم، كانت عندهم فيلا في الرويسو، اداوني بايت عندهم جزاهم الله خير. الصباح بعثوني مع وشنقا الحاج تاكسيور باش تهبط البريان، جيت البريان. بايت تلك الليلة في دار عبد القادر بن عيسى بن عبد القادر بالعمري. صباح ركبني في السيارة نتاع الحاج بوشنقا، كان عنده سيارة تمشي وتجي الجزائر، يخدم بها في الجزائر. وصلت البريان في المساء، وجدت بريان في واحد البرودة، واحد هكذا الأشياء، حتى حسيت معنا ما هيش بريان اللي نعرفها حركتها الناس. دخلت للدار نتاعنا، استقبلتني العجوز رحمه الله الوالدة بهكذا فرح ناقص، ماهوش فرح اللي كنت ننتظره واللي كنت نتمناه نجي نلقى. على كل حال ذوية معنا في شوق، لقيت أمور عادية. خلاص استسلمت للواقع، ريحت، جلست. بدأت هكذا ساعة الأقارب، ساعة يجي واحد يسلم عليا هكذا سلام وابتسامة، معنى وكأنه يتكلف بها، يتكلف هكذا بابتسامة ويتكلف بالفرح. حاولت، قلت لابد كاين شيء، ولكن فعلا استنتجت أن في الصبحة اللي خرجت منها من بني مسوس لقيت في رأس القبع على خويا الطاهر، وبقى أخيم الحزن على العائلة. يعني ما خبروكش سيدي؟ نعم، ما خبروكش باللي راه ما كانش اتصال، ما كان وسائل الاتصال راهي موجودة الآن، ما هيش. وحتى في اليوم اللي خرجت فيه ما خبرونيش، ما خبرونيش حتى بعد مدة. واحد من العائلة بعد يسلم عليا قال الوالدة أيوة إن شاء الله عقب الخروج الطاهر. فهمت باللي الطاهر. قلت لها واش؟ قالت لي راهم قبضوه البارح وهاي الكيفية وهاي الكيفية. أول البارح قالت لي مش البارح. قبل لا تحكي لنا واش قالت لك الوالدة على عمي الطاهر الله يرحمه ويوسع عليه. في الطريق يعني مسافة تاع حوالي 600 كيلو متر، يعني كنت انت وهذا السائق هذا اللي سميته انا مازال ما ذكرتش اسمه. مانيش وحدي، كانت مجموعة، هي طاكسي من السيارة خدام على روحه، ضمن الركاب مجموعة. الرحلة ذيك يعني الرحلة كانت من اللي ركبنا من الجزائر وأنا ساكت لمصولة البريان. ما على بالهمش بك أبدا، ولا واحد على باله بيا أو على بالهم بيا، وخايفين ما يجوش كلامه. كي يوصلوا هكذا المحطة نتاع مراقبة في الطريق، نشوفهم هكذا يتحرجوا، كي يخرجوا من الرقابة يتنفسوا. فهمت باللي الجماعة اللي معايا حاسين باللي رافدين معهم حاجة ما هيش طبيعية. لكن وصلنا بأمان الحمد لله. ولقيت كنت بريان في الحالة هذه هي اللي قلقتني. لكن بعد كي فهمت باللي الطاهر مقبوض، أمور عادية ما هيش حاجة اللي أنا كنت نظن وفاة والله أمر هكذا. وحتى الوفاة هي سبحان الله أمر الله سبحانه وتعالى. لكن السجن في ذلك الوقت ما هوش حاجة معنى غريبة، حاجة معتادة ومعروفة ومتوقعة
في كل لحظة وحين ولكل إنسان ولكل جزائري، لأن فرنسا كانت هات برك تلقى كيفاش تشغل، تلقى حاجة على الجزائري. وعمي الطاهر اعتقل في بريان ولا في العاصمة؟ في غرداية. في غرداية. داوه الغرداية. تم اعتقاله في غرداية. تم اعتقاله في غرداية. بعد ما طولش وطلقوه، بعد اللي يجي اخر السنه ما طولش وطلقوه. فقعدت ايام على كل حال، واحد اقل من اسبوع، اتصل بي الحاج احمد بابي رحمه الله واحمد بن عبد القادر تسلا ولا الطاهر وعطاش عبد القادر، ابلغوني بان اتحمل مسؤوليه نائب امين مال في مجلس 1165.